والجزائر. هل نفهم خاصة لما يقول الرئيس الألماني بأنه أن هذا الكاتب لديه قراء وأصدقاء في ألمانيا، بأن هذا الأمر كان يمثل له انشغال هام جدا، وأن إطلاق سراح لدوافع إنسانية هذا شيء إيجابي، وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية ما بين البلدين ووصفها بشكل إيجابي؟ هل نفهم بأنها كانت مبادرة شخصية من طرف ألمانيا تجاه هذا الشخص، وليس هناك وساطة مثل ما يروجه الإعلام الفرنسي الآن، أن ألمانيا قامت بالوساطة ما بين الجزائر وفرنسا لإطلاق سراح بوعلام سنصال؟ كيف تقرأ وترد على هذا الكلام أستاذ وحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صحف كثيرة تكلمت على هذا الشيء، سياسيين كبار ومسؤولين خاصة في الدولة الفرنسية تكلموا على شيء، ومنذ توقيف بوعلام سنصال والكلام لا ينتهي والضغوطات لا تنتهي. صحيح. ولكن إذ لخصنا كل شيء، أن الجزائر في بحر هذا الشهر نوفمبر نجحت وحققت مكاسب دبلوماسية كبيرة. الأولى هي في مجلس الأمن بعدم التصويت على مشروع الصحراء الغربية اللي قدمته أمريكا، وكذلك الذي عدلته كذلك الجزائر. وكذلك هذه المرة، وهو أما فيما يخص السيد أو نسميه احنا الخائن بوعلام سنصال، فهو في جانب ربحت كذلك هذا المكسب الدبلوماسي، وهو جانب إنساني وسياسي. صحيح. إذا الجزائر نقول لك نفتخر بهذه المكاسب اللي عندها بعد إنساني سياسي جيوسياسي وجيو استراتيجي.